السؤال الذي يطرحه الجميع، أغلبية الناس كي تشوف هذا الخلاف الكبير الذي استمر على مدى سنوات بين الجزائر والمغرب، وتشوف باللي كاين الآن دعوة إلى التفاوض، وباللي صاي مجلس الأمن فوطا على سيادة المغرب على الصحراء، يقول لك صاي فرات يتسمى غادي يعاودوا يحلوا لنا الحدود، والمعبر البري هذاك غادي يولي كما كان قبل 94. الناس تروح وتجي، لي بيش رايحين وجايين. مي اتونسيون، هذا مجرد كلام وأمنيات تاع العامة، لأن النظام الجزائري في 94 قرر أنه يغلق هذه الحدود. بعد ماذا؟ بعد أن حصلت تفجيرات في فندق آسني بمراكش. هذه التفجيرات هي القشة التي قسمت ظهر البعير وأدت إلى إغلاق الحدود. الرد الجزائري عليها لم يكن رد فعلي أمني فيه تعاون مع السلطات المغربية، مي كان استغلالا سياسيا انتهازيا، لأن النظام الجزائري هذاك الوقت في 94 ديجا كانت مخلطة عندنا في الجزائر العشرية السوداء، الجماعات المتطرفة، وكان النظام ديجا متهم بارتكاب الكثير من الجرائم. المهم، صارت هذوك التفجيرات في مراكش. الأمن المغربي دار التحقيق تاعه، خرج بنتائج. هذه النتائج ما هي؟ أن المتورطين مواطنين جزائريين دخلوا إلى المغرب عن طريق المعبر البري، وهاد المواطنين الجزائريين ينتمون إلى ماذا؟ إلى الجماعة الإسلامية المسلحة الجية. وقبل ما تتم المحاكمات بعثوا الأدلة وبعثوا الدوسيات وبعثوا النتائج تاع التحقيق إلى السلطات الأمنية، ولكن السلطات الأمنية في الجزائر ما عجبهاش الحال. ماشي تاوعنا، خاطيهم، راكم تلفقوا وبلعوا الحدود. الشيء الغريب أنه هذا النوع من الحوادث يعني صرا في كل دول العالم. صرات في أمريكان مثلا في أحداث سبتمبر 2001، صرات في الهند، صرات في فرنسا، وين يكونوا المتورطين في هذه العمليات أجانب، ويتم الإعلان، يديروا التحقيق ويديروا لونكيت ويقولوا بلي فوالا الجنسيات تاعهم، ها وين كانوا يسكنوا، واش داروا. اسكو مثلا السعوديه قطعت العلاقات تاعها ولا بلعت الحدود وما كانش علاقات كاع مع امريكان؟ اسكو مثلا كي صراو الهجمات في باريس في عده مناطق وقالوا بلي المتهمين مثلا فيهم تونسيين، فيهم مغربيين، فيهم جزائريين، اسكو هذه الدول قطعت العلاقات تاعها؟ نو. كي تصرى هجمات مثلا في بريطانيا وبيقول يقول لك بلي المتورطين مصريين، اسكو مصر تقطع العلاقات تاعها مع بريطانيا؟ نو. الدول يصرى بيناتها تعاون امني، غادي نتعاونوا ونشوفوا هاد الناس اسكو عندهم عناصر مازالوا عندنا، كيفاش راهم يخدموا، مين جابوا السلاح، مين جابوا كذا، نتعاون ماشي نزحفوا. باسكو الا كان كنت نظام جزائري تلعبها بلي غاطيك عمرك، هذا تصرف تاع اطفال وليس تصرف تاع دوله. الوغ النظام الجزائري استغل كل ذلك وبلع الباب وحط الريدو وقالوا مغلق ولن نفتح هذه الحدود نهائيا. وبيان سور المغرب تحولت إلى عدو وتحولت إلى دولة تتآمر على الجزائر. والآن في هذا الوضع اللي فيه بعد أن ظهرت الحقائق، وعلى فكرة النظام المغربي والسلطات المغربية عارضت الأدلة على الصحافة، والناس حضروا المحاكمات وكل شيء متاح للناس باش يتحققوا منه. النظام الجزائري مصر على أنه كل شيء مزور، وأنا كل شيء وكل هذه الاتهامات هي اتهامات باطلة. تحس هكا بلي النظام الجزائري كان يدافع على الجية، أو الجية هذه نتوما بروحكم كنتوا تحاربوا فيها، كنتوا تحوسوا على العناصر تاعها وتدخلوهم للحبس ويتم القضاء عليهم من عناصر الجيش الجزائري. دي فوا راسك يحبس كي تشوف كيفاش يخمم هذا النظام وكيف يقوم بالتعنت. سما عنيد فعلا عند أطفال. نعاود نقولوا إلى النقطة تاع هل سيتم فتح الحدود الآن إذا مثلا بدات المفاوضات بين الجزائر والمغرب؟ أنا عندي نظرية. هذه النظرية تقول كالتالي، أنه الجزائر ممكن تغلق حدود مع دول واحدة أخرى وما تحلهاش مع المغرب. بالعقلية تاع هذا النظام ممكن يبلعوا الحدود مع مالي، مع تونس، لا حبيبتهم دروكا. وغادي نقول لكم في فيديو آخر علاش العلاقات بين الجزائر وتونس أصبحت وطيدة إلى هذا الحد، والنظام الجزائري راه يقود في تونس من ركبتها. النظام الجزائري لا يستطيع
لا يستطيع أن يتراجع نهائيا على العند تاعه في مسألة العلاقات مع المغرب. كاين حاجة واحدة فقط أو شيئين نقولوا. الشيء الأول الأهم هو أن هذا النظام يسقط، ينتهي نهائيا، يجي نظام آخر، تجي أسماء أخرى تفكر بطريقة واحدة أخرى، تفكر بطريقة أفضل، مش طريقة إجرامية تاع المافيا هادو. هذه ستغير كل شيء في علاقة المغرب والجزائر. الحدود ستفتح، تعود العلاقات، ينتهي النزاع، بروباغندا تاع النظام الجزائري تختفي، كل شيء يتبدل. هناك شيء آخر يمكن أن يؤدي إلى فتح الحدود، وهو أن تصل الأوامر مباشرة من دونالد ترامب أو الرئيس الأمريكي، خلينا نقوله السلطات الأمريكية إلى الجزائر، أنه يتم الضغط بشكل مباشر من قبل أمريكا على السلطات الجزائرية أنه يحلوا الحدود كمبادرة للسلام، كمبادرة أو يعني تصرف يثبت حسن النية ورغبة الجزائر في إرساء السلام مع المغرب. في الوقت الحالي الجمود في العلاقة مع المغرب هو جمود متعمد وليس صدفة. كل المؤشرات تدل على أن النظام الحالي الجزائري لا يريد فتح الحدود، ولا ما نظنش من بابلي غادي يهضروا عليها في المفاوضات. طبعا المغرب يريد، ملك المغرب محمد السادس هضر على مد يده أكثر من مرة، قال لهم ماذا بينا الأمور تعود تولي إلى المسار الطبيعي تاعها، تحلوا الحدود، علاقات بين البلدين، بين الشعبين، ثقافيا، تجاريا، اقتصاديا. لكن النظام الجزائري لا يريد ذلك، لأن فتحها يعني فتح العقول والعيون، وغادي يكشف الفشل الداخلي تاعهم. أنا نقول لكم بلي وكان تفتح الحدود مع المغرب، الجزائريين كاع راهم تم، غادي تولي أكثر من تونس. شفت كيفاش يطيحوا على تونس تاعنا في الصيف، وجور دو لون يروحوا يحتفلوا بالكريسماس وكاع. غادي ينسوا تونس وغادي تولي المغرب عندكم ما غادي تشوفوا. يعني أنا أتعاطف صراحة. الخلاصة اللي ممكن نقولها في هذه النقطة، طالما استمر الحكم تاعنا يعتمد على فكرة صناعة العدو الخارجي بيان سور للحفاظ على الشرعية تاعه، وحاليا العدو الخارجي هو المملكة المغربية، ستبقى الحدود مغلقة. مفاوضات ماشي مفاوضات، صحراء ماشي صحراء، هما الشرعية تاعهم مستمدة من شيطنة المغرب. مسألة وجودية بالنسبة لهذا النظام، الوجود تاعو، الشرعية تاعو مرتبطة بأنه نخلوا الحدود مبلعة، باسكو المغرب يشكل خطر علينا. الجدار المغلق ليس جدارا حدوديا، هو جدار عازل لحماية فشل سياسي واقتصادي داخلي كبير. هذه هي الحقيقة، وأرجو أن الناس يفهموا أن هذه الحدود ستبقى مغلقة طالما بقي هذا النظام في الحكم في الجزائر.